كيران مع رئيس الحكومة الليبية السيد علي زيدان تناولت العلاقات الثنائية التاريخية والمتينة التي تجمع البلدين وسبل تعزيز التعاون وتطويره إلى أرقى المستويات. مواضيع عدة تداول بشأنها الجانبان وركزت على ضرورة ضخ دينامية جديدة على العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبسط المستجدات التي شهدتهم الساحتين الإقليمية والدولية، وكذا بحث آلية تفعيل عمل الاتحاد المغاربي. تطرقنا إلى كثير من القضايا، تطرقنا إلى التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والجانب الاستفادة من المغرب في الإمكانيات العمالية، وأيضا تطرقنا للعلاقات السياسية بين المغرب وليبيا التي نسعى إلى ترسيخها وتأكيدها وتطويرها. تعرضنا إلى اتحاد المغرب العربي الذي نرى أن في هذا الوقت ينبغي أن يتجدد دوره ويتطور وأن ينحى منحا جديد. تطرقنا أيضا إلى العلاقات بين المغرب وليبيا فيما يتعلق بالمنظمة دول الساحل والصحراء التي مقرها في ليبيا والتي في عضويتها ليبيا والمغرب وبها عدد من البلدان الإفريقية. تحدثنا عن النية لتفعيل هذه المجموعة وتطويرها وتقوية التعاون بين دولها، خاصة في الجانب الأمني، في جانب مكافحة الجريمة، في جانب يعني السعي لإيجاد تنمية مستدامة في بعض البلدان التي تعتبر مصدر للهجرة غير الشرعية. مباحثات مماثلة أجراها رئيس مجلس النواب السيد كريم غلاب مع رئيس الحكومة الليبية السيد علي زيدان تم خلالها تأكيد عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على الدفع بها لما تكتسيه من طابع تاريخي واستراتيجي. اللقاء شكل مناسبة لفتح آفاق أرحب لتدعيم التعاون الثنائي وإعطاء دفعة جديدة لعلاقات الشراكة. وكان رئيس الحكومة الليبية قد زار ضريح محمد الخامس حيث قرأ الفاتحة ترحما على الروحين الطاهرتين لجلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله تراهما. وفي ختام الزيارة وقع السيد علي زيدان في الدفتر الذهبي